السلام عليكم مشاهدينا الكرام. أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية بالمملكة المغربية نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تحذر فيه من تقلبات جوية مرتقبة في عدة مناطق بالمملكة خلال يومي الأربعاء والخميس. بحسب النشرة من المتوقع أن تشهد المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 1600 متر تساقطات ثلجية تتراوح سماكتها بين 5 و 15 سنتيمتر، وذلك يوم الخميس من الساعة 6 صباحا إلى 6 مساء. وتشمل هذه التساقطات الثلجية أقاليم وعمالات الحوز وأزلال وميدلة وتنغير وبن ملال ووارزازات. بالإضافة إلى ذلك تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية هطول زخات مطرية رعدية قوية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 30 ملم، وذلك اليوم الأربعاء من الساعة 4 زوالا إلى 11 ليلا. وتشمل هذه الزخات المطرية الرعدية القوية أقاليم وعملات المضيق، الفنيدق وتطوان وجدة أنجاد والناظور والدريوش وبركان وجرادة وتورير وقرسيف وتازة.